السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أحبتي. إخواني أخواتي، اليوم رجعت لكم فيديو جديد بوصفة جديدة اللي هي كانت طلبية لأحد زبائني صابلي برستيج. هي يعني المولات الطلبية اللي طلبت النوع هذا بالضبط، يعني الموديل هذا بالضبط تاع الصابلي، قالت لي ديريهولي وراح نشارككم إن شاء الله الوصفة بالتفصيل. طيب خلينا نروح المطبخ ونشوفوا المقادير. بسم الله، نبدو على بركة الله. أول شيء راح نخدموا هذيك الأوراق اللي زينا بهم الصابلي. هنا عندي عجينة السكر، حطيت لها تايلوز، هي مثلا نقولوا حطيت 50 جرام تاع عجينة السكر، حط لها ربع ملعقة صغيرة تايلوز، نخدمها مليح ونخدم بها. وهذو الليمون اللي راح نخدم بهم، هذا لون تبخان تاع سيليكون راح ندير به نطبع به الديزاين تاع اللي في الورقة، وهذيك المول تاع الورقه بنفسه. وهذيك البوله اللي راح نخدموا بها راح تشوفوا كيفاش راح نخدموها بالضبط، هي سهله جدا، فقط تكون عندكم هذه الحوايج راح تجيكم سهله. راح نفتحها، العجينه تكون رقيقه، ونطبع الاوراق، وراح ندير لون تبخانت هذه راح ندير بها الديزاين هذا تاع الورقه كما راكم تشوفوا خرج لي هذا الديزاين. وراح نجيب هذه السبونجة الخاصة تاع اللي نخدموا بها الورد، راح ندير بهذيك البولة نصف راح نديروا لبرا وفي في هذيك البونجة، والنصف راح نديروا في عجينة السكر ونشرشفها، راح تعطينا الشكل هذا كما راكم تشوفوا. هذه يعني سهلة جدا، ونخليها حتى تنشف تماما باش نقدروا نخدموا بها نزينوا بها. شوفوا كيفاش نصف البولة راح نديرها في عجينة السكر، ونصفها نحطها في البونجة ونحطها تنشف. هنا راح ندير نحضروا الحشو. واش راح نحتاجو كيله كما راكم تشوفوا، حطيت كيله مع بعبع تاع قاطو مرحي، لا كيله الاولى كاوكاو محمص مليح ومرحي، كيله ثانيه هذه اللي وريتها لكم قاطو ثاني مرحي، اي نوع قاطو تحبوه، نصف كيله شاميه، وكيله قفريت تاع شيكولا مرحيه، كاكاو وزبده وعسل. هذا واش نحتاجو. راح نجمعوا العجينه او الحشو هذا راح نجمعوه بالعسل ومع الزبده. وقبل ما نجمعوا به العسل لازم نسخنوه شويه في الميكرووند باش ما يديناش كميه كبيره، لازم يكون سائل باش ما يديناش كميه. كما راكم تشوفوا هنا الكاطو خليته شويه كطراف خشينه باش يجينا فيها ديك التقرميشه في الداخل في الحشو تعطيه البنه. هو هذا الحشو يعني كما البنيون، يعني عبارة عن حشو بنيون. كما راكم تشوفوا هنا حطيت كيلة تاع الكاطو كاوكاو، كيلة تاع الكوفريت، نصف كيلة تاع حلوة الترك أو الشامية، والكاكاو كاكاو ملعقة كبيرة كاكاو، حتى تروح حتى الملعقتين كبيرة كاكاو مليحة تعطيه مرارة، يعني تكسر شوية ديك الحلاوة الكاكاو تاع الكاطو والشامية، هذوك الحوايج اللي ضفناهم والعسل. الكاكاو هذاك المرورة اللي فيه تكسر لنا الحلاوة. وما ديروش الكاكاو الأسود، يعني حطوا الكاكاو البني هذا هو المليح، الكاكاو الأسود فيه شوي مرورة. كما راكم تشوفوا هنا حطيت حوالي 8 ملاعق كبيرة تاع زبدة سائلة ذايبة، ومن بعد بديت نجمع بالعسل، يعني راح نجمع العسل حتى نتحصل يعني على عجينة ما تكونش سائلة وما تكونش صلبة، يعني ما تكونش قاسية. لازم كي نشكلوها كرة تتشكل لنا وما تطيحش ديك الكرة تقعد واقفة. وهذا القوام تاعو كما راكم تشوفوا نشكل فيها كرة راهي شاده روحها. واذا حسيتوه نشف لكم يعني وانتم تاخذوا نشف لكم زيدوا له شويه عسل، لان يعني من بعد انا حسيته نشف لي زدت له شويه عسل. هنا راح نحضروا الشيكولا اللي راح نحشو بها. اي مول سيليكون عندكم تخدموا به، يعني مش لازم انكم تقيدوا بالشكل هذا نفسه تاع اللي خدمت به انا. وعندي شيكولا خلطت بين شيكولا اسود وشيكولا حليب، وزدت لهم الزيت. مثلا هنا حطيت كيلو تاع شيكولا، حطيت 500 غرام شيكولا اسود، 500 غرام شيكولا حليب، حطيت فيها 80 غرام زيت. هذيك 80 غرام تاع الزيت مش راح دير لنا لمعه ولا حاجه، مش درتها عشان اللمعه لان الشيكولا وحدها تعطيكم اللمعه، انا درتها على الشيكولا باش كي تجيك تاكلي ما تجيكمش الشيكولا هذيك تجيكم قاسيه في العضه تاعها، تجيكم طريه، يعني تقعد طريه، يعني كي تنقشوها تجيكم مع الحشو مع الصابلي كل قوام واحد،
يعني يجيكم ما تجيكمش هذيك القساوه تاع الشيكولا، فهمتوا؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. هذا الهدف من الزيت اللي حطيناه. كيما راكم تشوفوا هنا درت بالبانسو الطبقه الاولى وحطيتها تجمد في المجمد، زدت الطبقه الثانيه والثالثه، يعني 3 طبقات. ومن بعد حبيت نحط لها في الحشو، حطيت الحشو ومن بعد راح نحط لها الفوق هنا شيكولاته تغطيني. يعني تحبوا تحطوا شيكولاته تغطيني، تحبوا تحطوا كراميل، كريم كراميل، واش حبيتوا تحطوا، يعني اي حاجه هكا القوام تاعها رطب نقولوا كيما الشيكولات هذه، الانواع تاع الكريمات هذه. ونكمل العمليه كامله كيما راكم تشوفوا هكا. وبعد ما نكمل نحشيهم كامل نعاود نرجعهم للمجمد، يعاودوا يجمدوا مليح، هذيك الشيكولا تجمد مليح والحشو هذا يشد عليها. من بعد نقدروا نحوها ونحطوها في الصابلي. وهنا عندي صابلي عادي، هو اللي راح نديروا قاعده اللي راح نحطها عليها الشيكولا تاعنا المحشيه هذه. راح نحيها، راح تتنحى بكل سهوله كما راكم تشوفوا، اللمعه تاعها رائعه. شوفي كيفاش هذا الشكل تاعها. ونحطها راح تلصق يعني في هذيك الشيكولا تغطيني من تحت، راح اول ما نحطها تلصق، يعني مش لازم انكم ديروا لها ولا اي حاجه. وهذا الشكل تاعهم بعد ما كملناهم. الان بقت خطوه تاع التزيين، راح نزينوهم. وهذو الاوراق بعد ما نشفوا اللي خدمناها مع بعض، راح ندير لهم الملمع الناكخي الدوغي او البرونز كما حبيتوا، الفضي ثاني كما حبيتوا اللون. وهذا السائل ديامو راح نخلط، ندير ربع ملعقه ناكري مع ملعقتين صغار سائل ديامو، ونحطهم في هذه الباراي هذه خاصه بتفشيش. اذا ما عندكمش يعني الباراي ممكن ديروا بالبانسو يعني عادي. وهذه غراء غذائي اللي راح نلصق به الاوراق والليبول هذو، نحتاجوا ليبول هذا اللولو. وراح نلصقوا الجاتو هكا، نحطوهم بطريقة عشوائية. نحط الغراء الغذائي، على فكرة الغراء الغذائي خدمته من التايلوز، راح تحطوا ربع ملعقة تايلوز وماء وتخلوها. أول ما تخلطوهم راح تشوفوها شوي مكتلة، ومن بعد وحدة وحدة راح تسيح وتتكون لكم غراء رائع، يعني لصق يعني هايل هذا الغراء. وهنا في البيستولي كما قلت لكم راح نحط ربع ملعقة ناكري، وملعقة صغيرة طبعا، وملعقتين صغيرة من السائل ديامو، خلطهم مليح ونخدم به كما راكم تشوفوا هكا. اذا كان ما عندكمش نفس الخليط هذا تهزوا بالبانسو برك وتديروا الخطوة هذه، يعني سهل جدا، مش لازم انكم تخدموا بالبوستولي هذه هكا. شوفوا كيفاش يعطيها منظر رائع جدا. هنا الصورة راهي ظلمتها ظلمات القاطو، يعني جا هايل يعني في الطبيعة، هذيك اللمعة جت روعة. وهذا الشكل تاعو النهائي كما راكم تشوفوا. راح نحطوه في الابوات، لاني كما قلت لكم هذه كانت طلبيه لاحد زبائني. وهذا الشكل تاعو النهائي بعد ما حطيتهم في الكيسات، حطيت لهم ناب فيه دوغي وكاسات بيوضه سامبل. نتمنى ان عجبتكم وصفه اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه، نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى ووصفات جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.